تتواصل عمليات البحث والتمشيط عن الضحايا من طرف فريق الحماية المدنية الجزائرية هنا بمدينة درنا الليبية إثر الإعصار الذي ضرب المنطقة. بالنسبة إلى فريق الحماية المدنية الجزائرية يتكون من 113 عنصر بمختلف التخصصات وكذلك بمختلف الرتب والتخصصات. من بين التخصصات فرقة الغطاسين وكذلك الفرقة السينوتقنية للكلاب المدربة. الفرقة الطبية تضم أطباء ممرضين وأخصائيين نفسانيين وكذلك فرق البحث والإنقاذ، ناهيك عن فرقة إدارة العمليات المانجمنت. عمليات البحث تبدأ وفق خطط ترسم على مستوى مركز القيادة إدارة العمليات المانجمنت. عمليات البحث متواصلة على قدم وساق رغم الصعوبات الكبيرة، لأنه الإعصار أو الفيضانات خلفت كميات كبيرة من الأتربة، ناهيك عن البنايات المنهارة. البنايات المنهارة هي كثيرة، وين العمر نقوم على البحر وكذلك نقوم داخل الأماكن الحضرية تحت الأنقاض. عمليات البحث متواصلة. بالنسبة للحصيلة إلى حد الساعة تم انتشال 11 ضحية من طرف فريق الحماية المدنية الجزائرية. تتواصل عمليات البحث من طرف فريق الحماية المدنية الجزائرية، وبعد تحديد القطاع الخاص بنا في عمليات البحث تم رسم خطة عمل على مستوى مركز القيادة من فريق إدارة الأزمات المانجمنت، وين هناك فرق تبحث داخل الأماكن الحضرية داخل الردوم، لأنه كاين انهيارات تاع بنايات وطمي أتربة كبيرة على مستوى البنايات، وكاين انهيارات كبيرة للبنايات. هناك فرقة الغطاسين على مستوى البحر أين تقوم بعملية تمشيط للبحث عن الضحايا كما تشاهدون على المباشر. بالنسبة للفرق السينوتقنية تقوم كذلك بعمليات تمشيط واسعة وكبيرة، وتبقى الفرق السينوتقنية حسب الطلب للفرق المتدخلة في الميدان. جمال